احمد صاحبي لسه جاي من بلاد بره بعد غربه سنه كامله في شرم الشيخ، وكان نفسه ياكل اكله حرشه لما ينزل اجازه. فاحمد صاحبنا عرف وقال له هات سندو وتعالى نطلع على ابو الهنا. كده بقى معانا 2 احمد وواحد سندباد. فسندو قال لهم قشطه يا رجاله يلا بينا. فوصلنا وقلت بالمره تعالوا نصور فيديو ونوثق الخروجه الحلوه دي ونعرف الناس على مطعم ابو الهنا ونشوف الكلام على ايه، لاني برضو اول مره هجرب الاكل هنا في ابو الهنا. بس قبل ما نبدا هنصلي على النبي كلنا ونعمل لايك للفيديو وشير علشان اقدر استمر على خير. مطعم ابو الهنا غني عن التعريف لناس كتير، خصوصا سكان محافظه القليوبيه والقاهره، وده بسبب موقعه برضو اللي موجود في شبرا الخيمه قدام اسم اول عند سور نادي المؤسسه. عرفت انهم فاتحين من اكتر من 50 سنه وخبره في الاكل المصري الحرش، زي الكبده والكفته والاكل المقلي والمحمر والطواجن والفته. زي ما شايفين كده في طاسات كبيره بيسووا فيها الكبده والكفته، وهم هنا بيقلوها او بيحمروها كله في قلب بعضه، وبيضيفوا عليهم الملح والتوابل ويسيبوهم ياخدوا ويدوا مع بعض كده في التسويه علشان يبقوا مظبوطين وطعمهم حلو، وفيهم بهاريز كمان. بيطلعوا الطلبات حسب الوزن والطلب، وكمان في سندوتشات، وكمان بيعملوا طواجن كتير في الفرن زي الكوارع وورق العنب واللحمه والبطاطس، والموضوع جامد خالص. دخلنا قعدنا بقى علشان نشوف الكلام على ايه. ده المنيو اللي احمد قرر يطلب منه هو وياكلنا على ذوقه، لانه زبون هنا قديم وهو اللي رشح لنا المكان. جت البشاير ونزلت اول حاجه السلطه وميه السلطه، واحمد قال يسخن كده ويطلع الفود بلوجر اللي جواه، وبعد كده جه العيش والطحينه وشوربه لسان العصفور المتينه. ولسه احمد زيزو بيستعرض حركاته وبيحاول يطلع مهاراته في عصر الليمونه على الشوربه. عاش يا احمد، كفايه يا احمد الليمونه ماتت منك. وصل بعد كده طبق مشكل فيه كبده وكفته ولحمه ونخاع، وده كان الحجم الوسط وسعره حاليا 180 جنيه. وطبق البهاريز اللذيذ، وطبق المحاشي ممبار وبتنجان وورق عنب، وطاجن فريك باللحمه شكله رايق قوي. احمد زيزو شاف المنظر اتحول ودخل زي الوحش المفترس على الشوربه، ومسك العيش وقال لي سيبنا عيش على طبق المشكل ده، وعمل لقمه متينه وغطسها في الطحينه وعمل معاها السليمه. وابو خليل برضه كان بيدوق الممبار وكان عاجبه كالعاده وقال خطير. وخلينا انا بقى اطير والحق اجرب قبل ما الاكل يتنسف، ونسمي وندوق علشان الكلام يروق. بعد ما احمد يمس عليا بصبع الممبار اللي عنده انتفاخ ده، كان حلو قوي الممبار وحوار. ادي عصره ليمون للسان العصفور واقلبها كده وادوق، حلوه قوي ودسمه كده وعجبتني. هنلقي نظره كده على زيزو اللي كان محتار وتايه في الاكل وحلاوته، وما كانش فاضي يتصور ويقول رايه. بس تمام يا زيزو، رايك واضح وباين. وابو خليل كمان مبسوط ان اختياره عجبك، وهو كده كده زبون هنا ورايه معروف. هكمل انا بقى وافرك العيش كده وسيبوني اعيش. بس ابو خليل بيحب يمسي ويباصي دايما، فاحلى مسا عليه. اعمل انا بقى لقمه مركب كده واركب كل المكونات واعمل اجمد ميكس علشان نسافر بيه زي الاكس. حطيت النخاع عليه كور الكفته المحمره والكبده، وكده المركب اتحمل واتملى. فاضل بقى ان انزل بيه غطس اعومه في الطحينه، واحلى ميكس لقمه متينه. هو ده الكلام الجمدان. ازحلق الكلام بشويه ميه سلطه بقى ونكمل على باقي المركب، ونشوف بقى الكلام الكبير خالص. طاجن الفريك باللحمه، واللحمه اتدخل عليه بلا رحمه، بس احسن اتلسع. سيبه لابو خليل، عارف هيدخل ازاي من غير ما يتلسع. ولما ده عجبه وقال جمدان كالعاده، لانه اول مره يجرب الطاجن هنا. هدوق انا بقى علشان اروق. جامد الطاجن ده يا جدعان، مليان وحجمه كبير، وكمان الطعم حلو قوي وتوابله جميله ومظبوطه بالنسبه لسعره اللي كان 150 جنيه بس. نشوف بس كميه اللحمه الاول، كانتش قليله وتكفينا احنا الثلاثه، وندخل في الطاجن احنا الثلاثه مره واحده. سيبوا لي بقى الطاجن ده يا جماعه علشان عاجبني جدا، وهكمل عليه وانسفه انا لوحدي. معلقه شوربه كده وادخل اشوف البهاريز اللي كنت ناسيها. البهاريز طبعا بتكون دسمه جدا، فما نكترش منها لانها بتسحبك كده وتخليك عاوز تاكل منها كتير، خصوصا ان طعمها حلو وهتعجب الناس اللي بتحب الاكل الدسم قوي. ما ننساش برضو معلقتين السلطه بتوع الدايت علشان ما نتخنش بس. والحق بقى منهم طبق المحاشي. محشي البتنجان كان طعمه جمدان وعجبني قوي زي الممبار. الرز مفلفل وتتبيلته جميله قوي وحلوه. هزحلق البتنجان واشوف ورق العنب كمان ملفوف لفه معلمين ومستوي كويس، وتتبيله الرز هي اللي حلوه. لكن للاسف ورق العنب نفسه ما عجبناش احنا الثلاثه، وكان راينا واحد فيه. فقلنا لهم بصراحه هنا وقالوا هيغيروا ورق العنب ده. نبص على احمد نلاقيه واخد غطس في طاجن الشوربه ومش راضي يطلع منه، لحد ما بقى خلاص طاير من الدلع. وطبعا مش هيقوم غير لما يزيح الهموم ويقضي على كل الاطباق اللي حواليه. بألف هنا يا احمد، والحمد لله تمت المهمه بنجاح، والاكل عجب احمد وما ضيعناش غربته على الفاضي. والاجازه بتاعته هتبقى حلوه، حتى كان متاثر انه شبع بس عاوز ياكل تاني ومفيش مكان في كرشه. وبشكل عام تجربه الاكل الحرش هنا في مطعم ابو الهنا عجبتنا كلنا، وكانت طلعه حلوه الصراحه وانبسطنا. وفي الاخر قمت اتصورت مع الناس الحلوه اللي هنا وشكرتهم على حسن الضيافه. ما تنسوش بقى رايكم في تعليقات، سواء اللي جرب اكل ابو الهنا او اللي لسه ناوي يجرب. واتمنى لكم تجربه حلوه وتبسطكم. ومع السلامه يا غاليين، نشوفكم في فيديو قريب وجديد.